السلام عليكم. السلام عليكم. مين يا جدعان؟ عاملين ايه؟ عاملين ايه؟ عارف اني مختفي بقالي كتير قوي وناس كتير عماله تدور عليا واللي هم يا جدعان نور عزت راح فين يا عم؟ بس انا اهو انا موجود. سأل على محدش سأل على يا جدعان عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ الفيديو ده المفروض كنت اعمله، المفروض كان ينزل يوم 31/12 وانا منزل الفيديو ايه ده؟ وانا النهارده بصور 24/1. والله انا بتخليني دلوقتي لو معايا خنجرين اديهم كده وورشه واحده في قلبي. كل الحكايه اني كنت مشغول بس كام يوم كده بس. خلاص يا جدعان، خلاص يا جدعان احنا راجعين يا جدعان. خنجرين واحده في قلبي. خنجرين. اسلام بيمسي عليكم. احلى مسا يا جدعان عائله ابو عزت. يعني بتخليني دلوقتي لو معايا خنجرين. شوف كده الضحك عندك هنا يا عم، الضحك مش هنا يا عم. ايه رايكم في شعري؟ طولت شعري بقى وحركات. اول حاجه عملتها في 2020 واللي ابتديت بيها السنه، رحت حفله رابر يا جدعان وناس كتير سلمت عليا واتصرف معايا يا جدعان. حاجه جامده بقى. الحمد لله كان احساس جامد كده، وكان في ناس مشاهير في الحفله وكانوا بيبصوا لي كده اللي هو ده مين اللي عامل قلق ده؟ مين اللي سحب الفانز من كل ده وانا عندي 2000 سبسكرايب بس. لو عندي مليون هعمل في الناس ايه؟ عملت اول كليب ليا كان من تصوير واخراج اخويا اسلام عزت. حاسب الكورونا، اوعى تسلق، اوعى تبوس، اوعى تحضن، اوعى تحط ايدك على الفلوس خالص. عارفين الكليب ده يا جدعان على قد ما هو ترول والاغنيه ترول وهزار في هزار، بس كليب يعني كان معمول بحب كده، وفيها غير ان الاغنيه كانت هزار. الاغنيه كانت يعني حلوه نوعا ما، اللي هو حرفيا يا جدعان في ناس خدت الاغنيه جد واللي هو ها حاسب الكورونا. وانا اصلا الاغنيه دي انا كنت قاعد زي كده اهو، كنت خلصت فيديو، خلصت المونتاج، خلصت كل حاجه، فكنت قاعد فاضي، فبدل ما اقفل واخش انام انا خدت المايك، كان في بيت كنت عامله سيف، جبت السماعه حطيت المايك شغلت ريكورد واحد حاسب الكورونا. عايز تعمل ايه؟ اعمل اللي انت عايزه يا قلبي. انت فاهم؟ انا من مدينتي. الله. جيت اسلام خلصنا تصوير، نزل عجب الناس الكليب، لقيته في يوم جايب 2000. ياه، قلت بقى الكليب يا جدعان هيطلع ترند بقى، خلاص بقى الكليب جايب في يوم 2000. ده ما كانش في يوم كمان، الكليب كان في ساعه، لقيت الكليب دخل على 1000 ونص في ساعه بس. يعني انا نزلت الكليب في ساعه لقيت الكليب 1000 ونص، اللي هو في ايه عمال ريفريش كده. فاللي هو الكليب قعد يطلع بعد كده نزل تدريجيا. خنجرين واحده في قلبي. خنجرين. تالت حاجه طورت من نفسي كتير جدا وعملت فيديوهات جامده في 2020 يا جدعان، ومحدش ينكر حاجه زي دي. ده غير الاستريمات، ده غير. رابع حاجه يا جدعان اشتريت كاميرا ميرورليس، كانت كويسه مش قوي الصراحه. طبعا انا وريتها لكم فيديو كده ايه، بس للاسف انا بعت الكاميرا لان عيوبها كانت اكتر من مميزاتها. كان الكاميرا فيها نويز زي التليفون كده، والنويز بيبقى كده خفيف كده. وخامس حاجه يا جدعان هي ان انا عملت فيديوهات بابجي كتير جدا في 2020 ما جابتش ريتش للاسف، بس ان شاء الله بعد كده في تحسن. سادس حاجه يا جدعان ان انا عملت بيج على الفيسبوك وبدات فيها ستريمات، والبيج كانت بسم الله ما شاء الله حاجه جامده جدا، بس كل المشكله ان انا بدات في وقت غلط جدا. سابع حاجه ودي الاهم، خلصت ثانوي يا جدعان. يا جدعان والله يا جدعان يعني واحد يعني عارف انت اللي هو مش مصدق. تامن حاجه هي ان انا عملت اكونت على التيك توك يا جدعان. عملت اكونت على التيك توك، نزلت عليه فيديوهات كتير كانت ما بتجيبش. جيت في فيديو اللي هو بتاع امهات التيك توك، الفيديو اللي فات على طول فيديو امهات التيك توك وفلوس اليوتيوب، نزلت حته كده اللي هي هتشوفوها دلوقتي. جدعان المصريين لما عرفوا ان اليوتيوب بيجيب فلوس بقوا خربوا الدنيا خالص. يعني تلاقي واحد مطلع عياله وياكلوا ويتغدوا وتلاقيهم اخر الشهر يعني ايه مبسوطين كده وفرحانين وطالعين ب 10000 جنيه كده. الله. فقمت قطعت الحته دي ونزلتها على التيك توك كده. سبت الفيديو 8 دقائق بالظبط، لقيت الفيديو 400 لايك او حاجه زي كده، اللي هو ايه انا بمسك الموبايل كومنتات كتير، كومنت. قلت الفيديو خلاص ضرب، الفيديو فايرال خلاص. بص الفيديو ده عارفين يا جدعان الفيديو دلوقتي جايب 250,000 او قرب على 250,000 تقريبا، اللي هو انا بقيت داخل على 20,000 لايك على التيك توك و1000 ونص فولورز، اللي هو خلاص انت عديت.
وبس يا جدعان، دي كانت انجازاتي في 2020. حاجه جامده يا جدعان، انا اصلا راجل جامد وجمداني ما يسمحليش ان اكمل باقي الحلقه. والسلام عليكم ورحمه الله. يا رب الواحد بقى يعمل حاجه حلوه كده في 21 بقى ويخربها، وان شاء الله السنه دي يا جدعان تبقى سنه حلوه. يعني كل سنه بقول كده، بس صبر حلو، صبر حلو، واهم حاجه انك في الحاجه اللي بتعملها ما تزهقش، وما تقعدش بقى تقول ايه انا زهقت. والحمد لله الحمد لله الفكره دي ما كانتش عندي، ولا اللي هو اقعد كده واقول ياه ده فلان اتشهر، طب ده فلان ده اتشهر ليه، طب اشمعنى انا، مش انا، طب لا الحمد لله. الواحد على طول بيقول الحمد لله، وربنا يرزق الجميع، احنا ما بنبصش لحد، وربنا يرزق الكل، وربنا يدي كل واحد على قد تعبه. وبس يا جدعان ان شاء الله تبقى سنه حلوه. وكان معاكم نور عزت. ماشي يا شكرا، اتفضل. السلام عليكم. ايه الهبل ده؟ اقفل يا ابني.